رجعنا لكم مرة تانية مشاهدي نهارك سعيد. وكيفية التوازن وتحقيق النجاح الفترة يمكن اللي احنا فيها دي بتسبب لناس كتير جدا أو سببت لكل المصريين الحقيقة بعض من الإحباط، على عدم الأمان، على الخوف من مستقبل، على عدم الإنجاز. كل ده عملوا الفترة اللي فاتت، سنتين ونص اللي فاتوا، أثروا جدا بشكل كبير قوي على الناس، خلاهم لأنه عموما التبديل والتغيير في الأوضاع ده بتبقى حالة مش مرضيه للناس، بتخليهم يخافوا، يكونوا حاسين انه الفتره اللي جايه هتكون ضباب عليهم قوي. لكن ازاي ممكن نخرج من الموضوع ده ونقدر ان احنا نحقق التوازن ده؟ نعمل خطط نقدر نمشي عليها، نعمل خطط نقدر نحافظ عليها وننجح فيها، حتى ولو مش بشكل كبير قوي ولكن بشكل مش بطال. ده ممكن نعمله جدا، طبعا نقدر نعمله. واحنا النهارده في نهارك سعيد اصرينا يكون معانا دكتور محمد، علشان هو هيقول لنا ازاي ممكن، او ناخد منه تبس ازاي ممكن نحافظ على التوازن بتاعنا، ازاي ممكن نقدر نخرج من اليأس، ممكن نخرج من الخوف، ممكن نخرج. ناس كتير جدا عندها على فكره مشاعر متخبطه جدا، يعني مش كل الناس عندها يأس، مش كل الناس عندها خوف، لكن كلنا عندنا حاجات من دي متلخبطه على بعضها. خلينا النهارده يعني ارحب بضيفي اللي موجود معايا في الاستوديو ونعرف منه تفاصيل الموضوع وازاي ممكن نعمل خطط لنفسنا. يكون معانا دكتور محمد حسين، خبير التنميه البشريه والاداريه. صباح الخير دكتور محمد. صباح الفل. يمكن انا حاولت بشكل عام كده اشرح الحاله المزاجيه للناس في الفتره اللي احنا بنعيشها دي، بس انا برضه هسيب لك انت البدايه والمقدمه من عندك، تحكي لنا وتشرح لنا الناس او توصف لهم ازاي ممكن ان هم يخرجوا من ده، وتشرح لنا الحاله العامه المزاجيه للناس. الحاله العامه المزاجيه فيها كذا شريحه. في ناس اللي بس كلهم بيجمعوا على فكره ان هم اوف مود. الناس كلها بتصحى الصبح كده مش في المود الطبيعي بتاع اللي صاحي المفروض يشتغل مش عايز يشتغل، واللي صاحي المفروض يقابل ناس ما عندوش القابليه انه يقابل ناس ولا يتكلم معاهم. الطاقه النفسيه عند المصريين شويه دلوقتي فيها شويه مشاكل نتيجه احداث كتيره جدا واسباب كتيره جدا هم مش متعودين عليها، مرت عليهم اخر 3 سنين. بس جوه الناس دي كلها الناس الاوف مود دي في ناس عندها حاله من الهلع، والهلع ده هو حاجه من تمادي الخوف كتير جدا. واحد خايف من حاجه وخايف من حاجه ويفضل الخوف يزيد لغايه ما يوصل بيه الهلع. في ناس تانية عندها قلق، مش هلع بقى، مش افراط في الخوف، دي قلقانه من بكره، ويا ترى بكره هيبقى شكله عامل ازاي، ويا ترى بكره هيبقى عامل ايه. وكل الناس مستنيه ان البلد لما تتصلح هو شغله هيتصلح، البلد لما تتصلح هو مزاجه هيبقى احسن، لما الدنيا. كل هذا الكلام في انتظار، احنا بنسميه كده، في انتظار التغيير. الحقيقه ان التغيير امر ما بننتظروش يحصل، التغيير امر احنا بنعمله. فمهم قوي عشان يحصل التغيير في البلد او في المجتمع او في الدنيا اللي احنا فيها، كل واحد فينا يغير طريقه تفكيره في حياته هو الشخصيه. انا حياتي انا الشخصيه، انا لازم ابدا بنفسي، انا لازم امسك ورقه وقلم واكتب اهدافي انا كمحمد حسين اللي ملهاش علاقه بالبلد، اللي ملهاش علاقه بالمجتمع، وافصل طب ما نفسي في ناس عن النهارده المجتمع. ممكن تقول لك، انا اسفه اللي بطلع بس انا عايزه اقف عند الحته دي، لانه في ناس ممكن تقول لك ازاي افصل نفسي عن البلد اذا كان شغلي متعلق بالبلد، اذا كان نزولي في الشارع فهو متعلق بالبلد، اذا كان انا خايف انزل لان ما فيش امن ولا امان، انا خايف انزل لانه الناس النهارده بقت لما بتنزل حاسه ان هي ممكن يحصل لها اكتر من مشكله، لانه في بس مجرد انك تعبر عن رايك ده ممكن يعمل لك مشكله. فممكن تقولي ازاي ممكن الناس تقدر تعمل ده؟ هي بس نمره واحد الاول الناس تغير طريقه التفكير، لانه خلي بال حضرتك عمر الامن ما كان في اي حته في الدنيا 100%. بس انا تركيزي على ان الامن فيه مشكله بيخليني اتابع مشاكل الامن واحكيها للناس، فالناس تبدا تحكيها لي بعد شويه، فابقى عايش طول اليوم قلقان ومتوتر واخش في حاله الهلع او حاله القلق، وده مش حقيقي. كام مره الواحد بيبقى قلقان وبينزل ويرجع ما يحصلش حاجه؟ يعني لما عملنا في الاكاديميه البريطانيه للتنميه البشريه احصائيه عن مساله القلق دي، لقينا ان 89% من الحاجات اللي بتقلق الناس ما بتحصلش. 89% يعني حوالي 90% من اللي بيقلقني ما بيحصلش. انا خايف انزل يحصل لي كذا وخايف انزل يحصل لي كذا، بنزل وبرجع ما بيحصلش. فكل دي معوقات ذهنيه بتخليني منتظر ان البلد تتصلح. والحقيقه خليني اقول لك يعني خبر، البلد اذا هتتصلح بالشكل اللي الناس عايزاه مش هيبقى النهارده ولا بكره ولا بعده، احنا قدامنا شويه كتير نشتغل ونجتهد، وشغلنا ده هو اللي هيغيرها. فلو احنا مش مندمجين مع الوضع يبقى احنا لازم نغير هذا الوضع. عشان نغيره لازم نغير الاول نفسنا. انا لازم اعرف ان انا مسؤول عن حياتي، انا ماسك الدركسيون بتاع حياتي، انا مش مفعول به، انا فاعل. في قانون لطيف قوي اسمه قانون ال90-10. قانون 90-10 ده عمله كاتب مشهور قوي اسمه ستيفن كوفي، هو توفى من حوالي سنه. بيقول ان 90% من اللي بيحصل للانسان نتيجه تصرفاته هو وافعاله هو، و10% بس من البيئه الخارجيه. وليه قصه لطيفه كده مشهوره قوي حصلت معه هو شخصيا، وده اللي خلته يفكر في المساله دي. هو كان صاحي في يوم من الايام رايح شغله وعنده اجتماع مهم جدا وصفقه عمره، وبيفطر هو ومراته وبنته الصغيره. بنته وهي بتلعب الصبح مش واخده بالها دلقت الشاي عليه،
هو انفعل وزعق للبنت بشكل جامد جدا، وزعق للام ازاي مش واخده بالك من البنت وهي بتفطر، وطلع يغير هدومه. على ما طلع ونزل كانت البنت نتيجه ان هو زعق لها بدات تعيط، ففاتها الباص بتاع المدرسه. فلما نزل الام قالت له اتفضل وصل بقى البنت المدرسه لانها فاتها الباص بسبب الخناقه بتاعتك. كان متضايق جدا، خد البنت قاعده كده في العربيه وهو متضايق وعمال يزعق للبنت طول الوقت، وانت ما خدتيش بالك وانا مستعجل. وهو بيزعق للبنت ما خدش باله ان سرعه العربيه زايده، فوقفوا البوليس وسحب رخصته. فضل يتناقش مع الراجل ومعلش وانا متاخر، مفيش معلش انت عملت حاجه هتاخد عقابها. على ما جه وصل البنت كمان المدرسه كان اللي حصل ان البنت كمان وصلت متاخر، فالبنت هتاخد عقاب ولازم كابوها يملى ابلكيشن ان انا ابوها وسبب في تاخيرها ومش عارف. لما رجع مكتبه كان نتيجه كل تضييع الوقت الصغير ده الاجتماع المهم جدا ده ضاع عليه وخسر صفقه عمره. لما رجع البيت متضايق جدا، يعني مضغوط طول اليوم، اجتماع مهم راح عليه، اتخانق مع مراته خناقه كبيره جدا. قاعد في نهايه اليوم يفكر هو ايه اللي حصل؟ ايه اليوم الوحش ده؟ ده اسوأ يوم عشته في حياتي، اتخانق مع مراتي وازعل بنتي وتتسحب رخصتي ودي عليا اجتماع مهم. هو ايه اللي حصل؟ فاكره حضرتك ايه اللي حصل؟ طبعا فنجان الشاي ده. كلنا بقى عندنا فنجان شاي في حياتنا. في واحد فنجان الشاي بتاعه الامن بتاع البلد، في واحد فنجان الشاي بتاعه مدير دمه تقيل، في واحد فنجان الشاي بتاعه ظروف اقتصاديه، في واحد فنجان الشاي بتاعه انه ما اتعلمش كويس زي بقيه اخواته او بقيه صحابه. المهم مش فنجان الشاي، المهم احنا اتعاملنا ازاي مع فنجان الشاي. طب خليني بقى اقف عن احنا اتعاملنا ازاي مع فنجان الشاي. لانه الحقيقه انه يعني معظم الناس ما عندهاش اي فكره ازاي ممكن تخلي نفسها صديقه او تعبر المشكله بدون ما تكبرها. احنا دايما بنكبر من حجم كل حاجه، احنا شعب بنحب التهويل يعني، سواء من اي مشكله او من اي موقف او من حاجه. يعني كوبايه الشاي اللي اتدلقت الصبح دي هول عليها الموقف فبوظ اليوم كله. النهارده علشان انا اصحى من النوم وابقى حاطه في دماغي هل انا جسمي وعقلي بيسمع كلامي، يعني لما اقول انا النهارده هنزل هحاول ابقى بحتوي كل المشاكل، بحتوي كل المصاعب اللي بتعدي قدامي، هيحصل الاوردر. يعني انا جسمي وعقلي فعلا هيستوعب الموضوع ده ولا ازاي يعني ازاي نحقق اللي حضرتك بتقوله ده؟ كويس. هو خلي بالك حضرتك مهم قوي حضرتك قلتيه ده، جسمي وعقلي هيسمع كلامي. هو دايما هيسمع كلامي، بس انا كانسان جوايا دايما صوتين. الصوت الاولاني هو الصوت اللي بيقول لي ريح واستريح واعمل اللي انت بتحبه واعمل اللي انت وخليك قاعد في اللي احنا بنسميها كومفورت زون او منطقه الراحه. خليك اعمل الحاجات اللي بتعرف تعملها، اعمل الحاجات اللي بتحب تعملها. يا راجل ما تنزلش بدري، ايه اللي يصحيك 7 الصبح ومشوار؟ وفي صوت تاني بيقول لك لا قوم واشتغل واتعب، بيقول لك اخرج بره منطقه الراحه، اخرج بره الكومفورت زون دي، روح الانكومفورت زون، اتعب. كل ما واحد فينا بيتعب وكل ما واحد فينا بيسمع كلام الصوت اللي جواه اللي بيقول له اجتهد واتعب واصحى بدري واسهر واتعب، كل ما ده بيحصل كل ما لازم اعرف ان انا بتقدم. شوف حضرتك الناس بتوع التنميه البشريه بيتكلموا كلام كتير قوي لطيف، ويقول لك فكر في الحاجه اللي انت بتحبها هتجيلك وهتحصل لك وبتاع. انا شخصيا مؤمن ان القانون الوحيد للنجاح في الحياه هو التعب، هو العرق، هو ان انا ابذل جهد. لو انا مش عارف كده لازم اقعد اراجع افكاري فيها مشكله. محدش يقعد يحلم ويتامل ويفكر فتنجذب اليه الاحداث السعيده وينجذب اليه الاصدقاء الاوفياء وينجذب اليه الاهل اللي علاقته بيهم كويسه وينجذب اليه الفلوس في الشغل. ده مش حقيقي، ما كانش حد غلب. الحكايه كلها انا لما بيجي لي حد يعمل معايا استشاره يقول لي انا عندي وعايز اعمل وعايز اعمل وعايز اعمل، تفتكر هوصل لده؟ بساله سؤال واحد بس، الاجابه دي عندك، انت مستعد تتعب قد ايه عشان توصل للي انت عايز توصل له؟ طيب انا عايزه اقول لك انه احيانا في ناس لما تيجي تشوفها كده وهي بتتعامل مع يومها والاكويبمنتس او الكونتنت الموضوع كده، تلاقيها تحس انه دماغها متسلطه عليها. يعني تحس انه هي بتعمل كل حاجه بس لمجرد انها تضايق نفسها، لمجرد انها تضايق اللي حواليها، وبتسمع الصوت التاني اللي حضرتك بتقول عليه ده اللي هو المدير مش لطيف، اليوم النهارده ماله كئيب ليه، الحاجات دي كلها. ازاي ممكن الناس دي اللي هي بتبقى صعبه شويه ما تبقاش فلكسبل كده زي الناس اللي بتحب دايما تسمع الصوت الايجابي، الناس اللي دايما بتسمع الصوت السلبي اللي جواها، تتصرف ازاي؟ تعمل ايه؟ لازم تبص على نتيجه حياتها. هل الطريقه اللي هي عايشه بيها دي وصلتها لاي حاجه مفيده؟ ما بيشوفوش يا هي دكتور. فين من الناس؟ احيانا ما بيبقاش عندهم النظر او يبص هو فين من الناس ده. عندنا مشكله كمان، حضرتك مذيعه شاطره فانا ببص عليكي فانا غيران منك ومتضايق منك طب لحظه واحده بس، هي بتعمل ايه الاول؟ شوف هي بتعمل ايه، شوف هي بتتعب ازاي، شوف هي بتسهر ازاي، شوف هي بتقعد قد ايه تحضر في الموضوع وبتشتغل وبتجتهد، وبعدين اعمل ده. خلي بالك حضرتك في بعض الناس هي مش واخده لسه قرار ان حياتها تبقى احسن. دي مشكله، مش كل الناس خدت القرار انها تعيش سعيده، مش كل الناس خدت القرار انها تعيش ناجحه. اي واحد تساليه في الشارع نفسك تبقى مليونير؟ طبعا. نفسك تاخد دراسه معينه؟ طبعا. بس السؤال انت مستعد تدفع تكلفه ده ولا مش مستعد؟
الناس كلها نفسها تحصل على النتيجه. صحيح. مش هنقدر نخلي الناس كلها كويسه، لان مش كل الناس خدت القرار ده. في ناس خدت القرار ده وتعبت وبتسهر وبتشتغل وخلاص بقت احسن لانها خدت القرار ونفذته، وفي ناس لا، لسه منتظره ان ده يحصل، لسه منتظره ان يجي له واسطه فيتعين في مكان كويس. لسه كنت قاعد بتكلم مع حد من كام يوم كده في استشاره، هو لسه بيبدا حياته، بيقول لي انا مش عارف اعمل ايه، يعني انا اشتغل بحاجه خاصه، افتح مشروع ليا، انا اقدر افتح مشروع ولا اشتغل موظف ولا. قلت له شوف، القانون الوحيد في الحياه زي ما قلت لحضرتك من شويه هو التعب. شوف انت مستعد تتعب في ايه؟ انت مستعد تتعب على نفسك ذهنيا وتذاكر تاني وتعمل دراسات زياده، فانت معنى كده انك هتشتغل موظف في شركه كبيره، ده التراك، هتاخد مثلا MBA، هتاخد مثلا مجموعه كورسات تطور نفسك، فهتشتغل موظف في مكان كبير هتاخد فيه مرتب كبير. يا اما انت مستعد انك انت تتعب نفسك بدنيا وتتحرك كتير وتبذل جهد كبير، ففي الحاله دي الانسب بالنسبه لك هو البرايفت بزنس، انك تفتح بزنس تجري لنفسك فيه وتحقق فيه الدخل اللي انت عاوزه. او انت مستعد انك تضغط على نفسك وتقدر تتعب نفسك نفسيا وتسيب اهلك وتروح تسافر بره وتتحمل الغربه، فانت الجهد اللي هتبذله نفسيا هو ده اللي هيخليك تنجح. انا بيتهيألي انه اللي حضرتك بتقوله ده هو كلام منطقي وصح جدا وهو اللي بيوصل للنجاح، بس بحس انه ده بيروح للناس اللي شخصيتها قويه، اللي بتعرف تاخد قرار. الناس اللي ما بتعرفش تاخد الخطوه، هي عندها استعداد انها تنجح وتشتغل وتتعب، بس عارف انت مش مؤهله، يعني ما بتعرفش تاخد الخطوه الاولانيه، بتحب حد هي يحطها على الخطوه الاولانيه وهي تشتغل بعد كده. تعمل ايه الناس دي؟ التأهيل ده يا فندم بيحصل بعد الشغل. يعني انا لما ببدا اعمل حاجه، مش من اول يوم حد محاضره هبقى رائع، مش من اول يوم حضرتك بتعملي حلقه بتبقي رائعه، لازم في تدريب بيحصل. يعني في ناس بتبقى متلخبطه في الاول، مش عارفه تبتدي ازاي، عارف انت في ناس كده بتقول انا مش عارفه ابتدي منين. هو ده بالظبط الحلقه اللي بحكي لك عليها دي كان كده. انا بساله بقول له انت مستعد تتعب نفسك في اي اتجاه؟ عايز تتعب نفسك بدنيا ولا ذهنيا؟ عايز تذاكر وتتعب لسه وعندك قدره على ده، ولا نفسيا تقدر تسيب اهلك وتسافر؟ حدد الطريق اللي انت تقدر تتعب فيه كويس، هو ده الطريق الامثل ليك انك تنجح. بس بعد ما انا ساعدته في ده لازم هو يقرر، ولازم هو اللي هيتعب مش انا اللي هتعب له. لازم هو اللي يقول انا هصحى كل يوم كذا، انا هروح هاخد ماجستير، MBA، وهعمل جنبيه شويه دراسات لغات تانية عشان اطور يعني نفسي. الواحد لازم يفهم وضعه الاول، لازم يفهم امكانياته ويعرف وضعه. ده اهم حاجه في ان الانسان ينجح. زي ما اكون انا مثلا ماشي في الشارع تايه واطلب واحد صاحبي اقول له لو سمحت عايز اروح ماسبيرو، لازم يسالني اول سؤال يقول لي ايه؟ انت فين؟ صح. عشان يبدا يوصف لي. مظبوط. فلو كل واحد فينا عارف هو فين يقدر يتحرك للنجاح كويس. طيب خليني اقول لك انه بما انه حضرتك اديتنا شويه تبس انه ازاي ممكن افهم نفسي، ازاي ممكن ابتدي، الخطوات كلها، بما انه احنا دلوقتي بنعيش في عصر كله متاعب ومشاغل واخبار طول النهار يمكن تكون سيئه يعني للاسف، يعني هل تعتقد انه التركيز طول الوقت على الاخبار والكلام طول الوقت في السياسه بيحبط من عزيمه الانسان، وخصوصا ان الاخبار كلها ما هياش يعني مطمئنه قوي، ما هياش مفرحه وايجابيه جدا؟ هل ده بيحبط من الناس ممكن تخرج من الموضوع ده ازاي؟ وحضرتك طبعا عارف احنا طول النهار عايشين في الموضوع ده، من اول ما بنصحى من النوم لحد حتى الناس وهي بتتكلم مع بعض بتتكلم في الموضوع ده، تفتح التلفزيون تلاقيهم بيتكلموا في الموضوع ده، تحليل سياسي، اخبار. كويس. نعمل ايه؟ خلي بال حضرتك انه الاحباط هي مشاعر سلبيه بتعوق الانسان انه ينجح، مش كده؟ اي حد فاهم الكلام ده؟ طبعا. طب انا لما بتفرج على اخبار كلها مشاعر سلبيه بحطها جوايا، منتظر ابقى محبط ولا منتظر ابقى متفائل؟ لا انا منتظره ان الانسان يكون محبط بالظبط. انا بعمل كده في نفسي. هي المشكله ان كل واحد مش فاهم هو بيعمل ايه، هو عمال يدور في القنوات كانه بيعمل كده، فين القناه اللي هتديني احباط اكتر؟ دي جايبه صور ولا دي جايبه اخبار؟ خلينا في الصور برضو بتعمل، وبعدين في الفاصل يخش على اليوتيوب يتفرج على فيديوهات. احنا بنعمل كده في نفسنا. انا مش محلل سياسي، خلي بال حضرتك احنا عندنا دايما دايرتين بنتحرك فيهم. الدايره الصغيره اللي بنسميها دايره التاثير، المحيط اللي انا اقدر كمحمد اني ااثر فيه واغير فيه، هو ده اللي انا لازم اشغل بالي بيه. هو ده فكره ان كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. انا نطاق تاثيري فين؟ نطاق تاثيري والله هو نفسي، او هو نفسي واسرتي، او هو نفسي واسرتي ولو انا بشتغل في مكان مثلا انا مدير اداره فانا اقدر اثر واغير جوه نطاق الاداره دي. في نطاق تاني اوسع منه اسمه نطاق الاهتمام في كل القضايا اللي بتهمني، وضع البلد والقضايا الفلسطينيه واحوال الناس واحوال الغلابه وكل الكلام ده في منطقه الاهتمام. لو كل واحد فينا شغل نفسه بمنطقه الاهتمام هيضيع وقته وطاقته وجهده على الفاضي ومش هيحقق حاجه، هيشتت نفسه، واللي هيحصل ان حياته هو الشخصيه هتبقى بايظه، فنطاق تاثيره هيقل. العكس بقى هو الصحيح، لو انا اهتميت باللي اقدر اثر فيه واغير فيه واشتغلت على نفسي كويس في ده وحققت فيه نتائج
كل شويه الناس اللي بتحتك بيا هتقتنع بيا اكتر، هيحسوا ان انا نجحت قوي في القسم اللي انا ماسكه، فهترقى ابقى مدير اداره، فالسيستم اللي انا طبقته في القسم هطبقه في الاداره، فبقى اتسعت نطاق بقيت اهو بكبر. هل انت شايف ان ممكن واحد يبص سريعا، انا عارفه ان الوقت الفقره خلص، بس هل انت شايف ان ممكن حد يستفيد من تجربه غيره، ولا كل واحد له تكوينه وطريقته في النجاح ما ينفعش يقلد غيره؟ تستفيد من تجربه غيرك لكن ما تاخدهاش كوبي زي ما هي، لان قدراته ومهاراته غير قدراتك ومهاراتك. فاكس صغير جدا للناس، كلمتين او حاجه يعني تقول لهم ازاي ممكن يتغلبوا على الفتره الصعبه اللي احنا بنعيشها طيب دلوقتي. انا بطلب من كل واحد بيسمعنا انه يتاكد دايما انه عايش صح، يتاكد دايما انه بيعمل كل حاجه في حياته صح، ويفضل دايما فاكر ان في طريق احسن يعمل بيه كل حاجه في حياته. ارجوك اوعى تبطل تدور عليه. شكرا دكتور محمد، بجد ميرسي على وجودك معنا النهارده، نورتنا، وشكرا على قبولك استضافتنا. مشاهدينا كان معنا دكتور محمد حسين، وهو خبير التنميه والبشريه الاداريه. اتمنى تكون التبس اللي قالها النهارده